حتى انت يا كابتن معتمد طالع تشتغلهم، ايه التصريحات الفلالي اللي انت طالع تقولها دي؟ كابتن معتمد امبارح طالع يقول لك في تصريحات ناريه في المؤتمر الصحفي اللي عمله بعد ماتش الاتحاد والزمالك اللي تعادلوا فيه 0-0، هو يا عيني انا عمري ما اشتكيت من اي حاجه واحنا شغالين عكس اي منطق، وان الفرقه امبارح عملت اللي عليها وكان ممكن نكسب الشوط الاول. خلاص يا كابتن معتمد احنا نلغي ال 90 دقيقه كلها ونخلي الماتش شوط واحد عشان حضرتك يمكن تكسب مع انك مش عارف تكسب. وانا عايز افهم ايه ده مين ده ايه الفورمه دي؟ ايه الجمال ده؟ استاذه هياتم في عزها. وطالع يكمل بعد كده بيقول لك ايه بقى؟ احنا من الفرق اللي ابتدت معسكر الاعداد متاخر قوي، ده حتى في فرق في دوري المحترفين ابتدت قبلنا. احنا نهزر يا كابتن؟ احنا مالنا؟ يعني احنا مالنا؟ هو مش ادارتك يا كابتن اللي خربت الدنيا وخلت سبب او كانت سبب مباشر ان هي المعسكر يتاخر عقبال ما لميتوا اللعيبه ولميتوا المشاريب وطلبتوا الاوردر؟ يا ابو الكباتن انت هتشتغلهم برضو. وبعدين يا كابتن انت اول واحد هتبقى كبش فدا. ماتش كمان بعديه ماتش نتائج اسوأ حاجه وده المتوقع. سلام عليكم. هيدوك الصابونه يا كابتن، لان هو حسين لبيب ورجالته او المجلس اللي معاه مش هيشيلوا الليله. هيقول لك انا مالي، هو معتمد جمال. وبعدين يا كابتن انت كان من الموسم اللي فات الدوري اللي انت خدته ده تعيش عليه مدى حياتك. كان جاي لك عروض من ليبيا، عروض من الامارات، عروض من قطر، كنت هتعمل السبوبه الحلوه وتتكل على الله. انما انت فضلت ماسك لي فيها. من اسوأ القرارات اللي انت خدتها في حياتك يا كابتن معتمد ان انت تكمل مع الفرقه دي. اللعيبه دي على اخر السيزون هتكمل نص عشاها نوم. صباح الفل. يعني انت مش هتقدر يا كابتن معتمد تكارك بالفرقه دي زي السيزون اللي فات. وبعدين عايز افهم حاجه، انت معتمد على مين؟ عايز افهم. وانا عايز افهم برضو ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ الغريبه ان جمهور الزمالك من السنه اللي فاتت او قبل كاس العالم كانوا بيطالبوا اللعيب ده يبقى هو مهاجم منتخب مصر في كاس العالم. يا جماعه انتوا صاحيين انتوا ولا انتوا نايمين ولا انتوا بتقولوا ايه ولا بتعملوا ايه؟ واخر حاجه الكابتن معتمد جمال، الجمهور مش كل ماتش هيجيب لك الثلاث نقط. انسى خلاص، انت يا كابتن ما عندكش فنيات للاسف، وانا اسف ان انا بقول لك كده بس دي حقيقه، وده كان باين جدا من السنه اللي فاتت. فانا اعتقد انت هتخسر خساره كبيره بسبب ان انت ربطت نفسك بالفرقه دي وبنادي الزمالك الموسم ده بعد الانجاز اللي انت عملته السنه اللي فاتت. ولو وصلت معايا لحد هنا تاكد ان انت على راسي، وما تنساش المتابعه واللايك والشير عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.